يا مسائي، حكايتنا النهاردة عن حكاية الستر وتمنه اللي غالي أوي، اللي غير مصير ناس كتير. كمان عن حكاية النار اللي أكلت الأخضر في اليابس. ده الثابت لينا جملة بنقولها لحد النهاردة، وبنقولها لما بنشوف البجاحة. عيني عينك، هاتوا كوباية الشاي وتعالوا نعرف ايه حكاية اللي اختشوا ماتوا، ومين هما اللي اختشوا ومين اللي ماتوا. يلا بينا. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. يلا نرجع بالزمن لبعيد أوي، وتقريبا العصر أو أواخر العصر المملوكي. في العصر ده بالأخص في القاهرة القديمة كانت الحمامات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة للترفيه، الاستحمام والنظافة. وطبعا الحمامات دي كان في أيام متخصصة للستات وأيام متخصصة للرجالة، وفي يوم من الأيام كان اليوم متخصص للست، والحمام كان مليان على عينه ستات وبنات والكل بيتدلع نفسه. وفجأة كده حصلت مصيبة، والمصيبة إن كانوا بيسخنوا المية دي توليع الخشب ده ولع بزيادة لدرجة أكل الخشب اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه لحد ما قامت الحريقة. النار أكلت كل المكان والدخان ملا كل الحمام. وطبعا رد فعل الستات والبنات اللي جوه اتقسم لنصين. ايه هما؟ رد فعل النص الأول اللي هو يطلع من الحمام بسرعة قبل ما النار تاكله يموت محروق. ده منهم اللي طلع يا دوب لافف على نفسه الفوطة، في منهم اللي طلع لابس هدوم خفيفة، في اللي طلع من غير هدوم خالص. ورد فعل النص التاني اللي هو كان بيدور على الستر، بيخاف من الفضيحة. ما فرقش معاه النار، ما فرقش معاه الدخان، فضل إن هو يبقى جوه الحمام يدور على أي مكان ما فيهوش نار يستر بيه نفسه، ولا إن هو يطلع بالمنظر ده في الشارع ورجال في الشارع تشوفوا المنظر ده. وقعدوا يدوروا على أي مكان ما فيهوش نار، يدوروا على الستر، بس للأسف النار كانت أسرع منهم، أكلتهم كلهم. وبعد ما النار انطفت وهديت، جه صاحب الحمام طبعا مصدوم من اللي حصل، مش فاهم ايه اللي حصل، فدخل حمام يشوف ايه كمية الخسائر اللي حصلت وايه السبب. قعد يدور ودخل يدور فلقى الجثث بتاعت الستات اللي رفضت انها تطلع بره عريانة، وقعد يضرب كف على كف وخرج وشه في الأرض. ولما خرج الناس سألته في حد جوه ميت، في حد لسه عايش جوه؟ أما الراجل بصلهم كده بصة ورد بكل ألم وبكل حسرة وقال أيوة، اللي اختشوا ماتوا. قولوا لي بقى، لو كنتوا مكان الستات دي وحصل نفس الخطر هتختاروا إيه؟ غزيرة البقاء ولا تختاروا الستر أغلى من الروح؟ تنمية تعليقات. وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة. بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استني الحكاية اللي جاية. حفظ الله.